بس ترى ابو علي يعني على قد ما انت خلينا نقول شديد بالشغل، لكن يقولون انك وايد عاطفي وتقدس الحياه الزوجيه. انا عشت مع زوجتي ملك، الله يرحمه. كنت طفلها المدلل اللي مدللتني، اطلع وياها الصبح كل يوم الصبح نمشي نلف المنطقه نعمل رياضه. فلما زوجتي صار لها الحادث وانشلت كنت احطها على الكرسي، ما قطعت العاده. انت تحطها على الكرسي؟ اشيلها حتى الحمام، اشيلها اروح ادش تحت الدش اسبحها، احطها على الكرسي وامشي وياها ادزها لف المنطقه. 11 سنه نمت على الزوليه، وهذا مو عيب وليس فيه افتخار، لان هذا واجب. ليش نمت على الزوليه يا ابو علي؟ لان الواجب انك تأدي واجبك كزوج كرجل مو كذكر. قلت لك حتى لما كانت تظن اني اعطف عليها اقول لها اذا تعتقدين اني اعطف عليك انت غلطانه، لان انا قاعد أدي واجبي. هذا كله مو حب ابو علي؟ شوف الحب، اذا قلت حب قللت من شانها. الله. هذا الحب اللي كان عندي نمته بعطائها ليكون عشق.